والكرة إلى بنزيما، تقدم والتوب حتى الله حتى تلاعب مستحيل. القليلة التي وصلت إلى نيكول كورنادو بكرة عرضية رأسية. الله، هل تؤكد بقائك أم تصعب رحيلك يا حمد الله؟ السلام اخوت، في هذا الفيديو غادي نهضر لكم على اللاعب حمد الله ولد اسفي وكيفاش الجمهور الاتحاد تقلب عليه ملي جا بنزيما وكيفاش رجع ولا كيبغيه. صراحه كاين حتى تناقضات، وهذه حد الدرس اللي كناخذو حنا في الحياه، ان حتى شي حاجه ما كتبقى هي انا الواحد كيف ما بنادم كيشكرك اليوم راه يقدر غدا شاف واحد احسن منك يتقلب عليك. يلا الخوت، كيف ما كتعرفوا الخوت لاعب حمد الله الغني عن التعريف، هو ولد اسفي، كيلعب في الدوري السعودي مع الفريق الاول فريق النصر، حقق مع انجازات وبطولات وكان هو الهداف، ودابا انتقل كيلعب مع فريق الاتحاد اللي تبارك الله نفس الشيء، حقق معاه بطولات وانجازات، والسنه اللي فاتت خدا هو الهداف. ولاعب حمد الله لدابا راه مسجل في الدوري السعودي 120 هدف، بالرغم ان في ملاحظات عليه وفي عتاب عليه ان هذا المجهود ما كيديروش مع المنتخب الوطني. خلينا نركزوا غير على الدوري السعودي. كيف ما كتعرفوا الخوت ان الدوله السعوديه بغات تنتقل لشنو، انه على مجال الرياضه وتركز على مجال الرياضه. واش دارت؟ مشات جابت النجوم، وصندوق الاستثمار السعودي ساهم في استقطاب اللاعبين العالميين مثل كريستيانو رونالدو، مثل بنزيما، مثل بزاف ديال اللاعبين العالميين. الصندوق الاستثماري السعودي ساعد 4 أندية من ضمنهم نادي الاتحاد باش يجيبوا لاعبين عالميين. ولكن الغريب في الامر اوكي الفريق الاتحاد كان تبارك الله عليه سميتو 10 على 10. المشكله غادي توقع في نادي الاتحاد خاصه مع اللاعب حمد الله انهم غادي يمشي يجيبوا بنزيما. ملي غادي يجيبوا بنزيما كنشوف انا واحد الروبورتاج كيقولوا لهم اش بغيتو بنزيما ولا حمد الله، شكون كتفضلوا؟ صراحه انا شخصيا تصدمت من هذاك الشيء اللي دار عليهم حمد الله، كيتقاتل وكيجري ويجاري والمجهود اللي دار حمد الله، والجمهور السعودي كيقول لي بغينا الحكومه هو اللقب ديال بنزيما. كيقول احنا بغينا سميتو بغينا بنزيما وما بقيناش باغيين حمد الله، بالرغم ان حمد الله باقي في الاوج العطاء ديالو، بالرغم ان حمد الله جاب لهم الكؤوس وكاس دو سميتو داك ما عارفش انا اسمائهم، بالرغم انه هو الهداف، بالرغم ان في الاوج العطاء ديالو. نقلبوا عليه بسرعه تقلبوا عليه بسرعه. قالك لا احنا بغينا بنزيما خدا العام اللي فات احسن لاعب والكره الذهبيه والى اخره. وكتشوف سبحان الله الناس كيفاش تقلبوا عليك، والناس اللي كانت كتشجعك اليوم كتقولك انت اللاعب احسن لاعب، انت الساطي، انت ما عرفت شنو، انت هذا، ولاو كيتقلبوا عليك. تخيلوا ولاو كيتقلبوا عليك. وهذا المثال هذا كيفكرني في شنو صراحه في الدريات شنو كتكون معاك مزيان وهذا ولكن غير كتشوف شي واحد اخر احسن منك كتقلب عليك، وكتولي كتطلع فيك في عيوب اللي انت ما كايناش فيك، كتولي تبان انت ولا شيء. ملي كتكون ما كاينش واحد الخيار الثاني وكتقول لك انت هو تاج راسي، انت هو هذا، انت هو هذا، انت هو هذا، ولكن ان فوا كيبان واحد الراجل اخر عنده مميزات اخرى، عنده فلوس اكثر، عنده ما عرفتش قدرات اخرى، صافي كتقلب عليك 180 درجه. وهذا اللي كان صراحه شي حد الحاجه اللي كتشوكيك، واحد الحاجه اللي كتصدم، ان جمهور الاتحاد انقلب على حمد الله، واحد الانقلاب صراحه كبير. وصراحه للاسف اتقي من احسنت اليه. بصراحه انا واخا ما عنديش مع كوره باش نقول لكم شخصيا، ولكن كتشوف هذاك الشيء اللي تقال على حمد الله، راه هذاك الشيء راه كيكسر الجبال، ماشي غير الرجال كيكسر الجبال.
والمشكله انهم كيلعبوا ملي بنزيما كيلعب مع ملي كيلعب مع حمد الله. اول حاجه فرضوا على حمد الله بزاف ديال الحوايج اللي قاصحه. اول حاجه قالوا لنا الرقم 9 خاصنا نعطيو لبنزيما وحيدوا من حمد الله. تخيل ان هذا الرقم عندك وكتبغيه وهذا وحيدوه منك وحيدوه من جلدك. واحد لا ديسيزيون كي تري ديفيسيل، واحد القرار اللي كثير صعب بزاف صعيب، وكيمشيو يعطيو لاعب اخر بمعنى انت ما كتسوى والو. وانتم كيف ما كتعرفوا ان اللاعب حمد الله عنده النفس، عند واحد اللاعب اللي ما كيرداش، راه واحد ولد اسفي عنده واحد النفس ما كيرداش صراحه كبحالي، ما كيرداش واحد اللي يدلو، ما كيرداش هذا. وزياد حيدوا لي اشاره ديال العميد تقريبا كانت عنده. ولاو مثلا كيدخلوا ساعات سميتو داك الوقت قل، ولا حس راسو انه بالرغم ان داكشي اللي دار، بالرغم تقاتل في الملعب، بالرغم من المجهود، بالرغم ان هذا ولا هو المشكله. وبدا مستوى ديال الاتحاد انه كينزل، بدا مستوى الاتحاد كينزل. وسميتو هذاك والمدرب اللي كان قبل اسمه سانتوس كنظن برتغالي، كان عاطي صراحه الاولويه لحمد الله، لانه شاف حمد الله احسن من بنزيما. واش داروا؟ حيدوا هذاك المدرب. والجمهور ديال الاتحاد اش كيقول؟ ولا كيقول لك راه بنزيما راه واعر في الكره، ولكن المشكله راه هي حمد الله. راه حمد الله مغطي على بنزيما اللي ما خلاش انه يبان. راه حمد الله راه هو المشكله لبنزيما. تخيلوا انك كنت انت هو الهداف، انت اللي كتفرحهم، انت اللي كيقولوا سميتك في المدرجات، انت شويه وليتي انت كنت هو الحل، وليتي هو المشكله وليتي انت هو المشكله في الملعب. ولكن قيمه وحقيقه بنزيما بانت في الملعب ملي حمد الله غاب كم مباراه وخلوا بنزيما لحاله بوحده. ما كاينش شي نتيجه وما كاينش شي تاثير. المباراه بعد مباراه ما بانش شي تاثير ديال بنزيما، او انه واحد النقطه الفارقه اللي غادي يقدر يحدث واحد التاثير في الملعب. شافوا انه ما كاينش شي تاثير بعد كل مباراه. والمشكله الغريب في الامر ان حمد الله كيدير مجهود وكيلعب وكيقولوا ليه هو البكايه بمعنى كيبكي، والبكايه. تخيل انك تلعب باش ترفع هذا الفريق هذا وتبين بلاصتو وكتماركي والجمهور كيسبك والجمهور كيعايرك بسبب اشنو؟ انك عطاوك واحد التهمه اللي اصلا انت مالكش دخل في الموضوع. علاش؟ ولكن في المباراه الاخيره اللي كانت بين النصر والاتحاد بانت الحقيقه ديال كل لاعب. شافوا ان اللاعب المقاتل الوحيد اللي كيتقاتل ويجري وماركا 2 اهداف وكان غادي يماركي هاتريك، او انه كان غادي يماركي حتى سوبر هاتريك، انه هو حمد الله تبارك الله. وشافوا انه بنزيما والو صراحه للاسف عليه ملاحظات. بتشوف بنزيما كتشوفيه في الملعب انه ما مهتمش، كتشوفي انه سميتو ذاك ما مهتمش للكره، بحال ما باغيش يلعب. ما صراحه انا شخصيا ما فهمتش. الاجواء ما عاجباش ولا اشنو؟ ما هذا سؤال مطروح. ممكن مشكل نفسي، ممكن هذا، الله اعلم. وهما اصلا اش داروا؟ بدلوا المدرب على حسابه، جابوا لاعب حمد بدلوا المدرب على حسابه، حيدوا مدرب اللي واعر اللي اسمه سانتوس وجابوا مدرب ثاني، ولكن النتيجه ما كايناش. وسميتو وبنزيما ما درش شي فريق وما ماركاش، حتى ان الجمهور ولا كيبدل السميه من بنزيما كيسميوه بن هزيمه وكل شيء ولا كيشكر في حمد الله. شوف الجمهور كيفاش نقالب، كان كلشي كيشكر فيه، شويه ولا كلشي كيعيرو وكيتسب فيه، شويه ولا كلشي كيشكر فيه ثاني. علاش؟ واش ماشي حمد الله ديال السنه الماضيه هو حمد الله ديال دابا؟ وعلاش حنا ملي كنشوفوا واحد اوكي كنشوفوا واحد حسن صافي كنسى الاخر، كنسى السيد المجهود، كنسى القتال، والسيد مصاب. حمد الله مصاب، بالرغم ان حمد الله هذيك المباراه ديال النصر اللي شفتوا نتوما البارح راه كان مصاب. بالرغم هذا تقاتل النفس
كاين اللي كيقول انه خذا هذاك الموضوع انه شخصنا بمعنى اشنو، لانه هو ضد النصر الفريق ديالو السابق، بغى يبين لهم حنا تيديهم كيف ما كنقولوا حنا باللهجه المغربيه. ولكن حمد الله واحد اللاعب راه كبير، واحد اللاعب كبير سميتو، خاصه في الدوري السعودي، هو فاهم كيفاش كتمشي الامور في الدوري السعودي. كنتمنى ان حمد الله يستمر مع هذا الفريق، او انه وسمعت اخبار قالت انه حمد الله يقدر يمشي لفريق الشباب السعودي، بالرغم ان الصالير غادي يكون قليل ولكن غتكون عنده قيمه. وحمد الله راه ما كيقلبش على الفلوس في حد ذاتها. حمد الله من النوع من الشخصيات اللي شخصيتي اللي كتقلب على القيمه قبل الفلوس، لان الصالير اللي كياخذ في الاتحاد اقل اكثر بكثير من الصالير اللي كان كياخذوا في نادي النصر، ولكن رضى بهذاك الصالير لانه اعطوه قيمه. وهو علاش بغى يغادر في الشتويه اوكي، او في الانتقالات الشتويه، لانه غادي يمشي نادي الشباب وغادي تكون عنده قيمه، ونادي الاتحاد غادي يندم عليه، وجمهور الاتحاد غادي يندم عليه بزاف، اللي كان كيسبوا واللي ينسى الخير اللي دار معاه. يلا الخوت كنتمنوا له التوفيق في مسيرته، والسلام عليكم.